الكابتن حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخيرا اتحاد الكره بص لنا بعين الاهتمام كده، شافنا مره، سمع صوت الناس، بقى فعلا نسيج من نسيج الوطن، من نسيج الشعب المصري. الحمد لله اتحاد الكره اخيرا سمع لنا مدير فني وطني قوي، عنده روح قتاليه، ما بيحبش الخساره، دايما بيحب المكسب. ان شاء الله ده ينعكس على شخصيه اللاعبين وعلى ادائه وعلى اداء اللاعبين ان شاء الله رب العالمين، وربنا يوفقه في اللي جاي. اتمنى ان الكابتن حسام ما يخذلش الشعب المصري، ويكون على قد الثقه وقد طموح الناس فيه. بس يعني كان نفسي الكابتن ابراهيم ما يبقاش معاه، كان نفسي الكابتن حسام نشوفه مره من غير كابتن ابراهيم. اتمنى من الكابتن ابراهيم يكون هادي، تصريحاته هاديه، تعامله مع الاعلام يكون راقي، ما يخذلناش. اتمنى ما يخذلناش ويكمل مع الكابتن حسام، ويدونا ان شاء الله اداء كويس متميز، ونصعد ان شاء الله لافريقيا، نهائي افريقيا اللي جاي، وان شاء الله نكسب بطوله افريقيا مع كابتن حسام، ويصعدنا كاس العالم. ومش انجاز، انا عايز صعود كاس العالم ما يكونش انجاز، انا عايز اللي يحصل في كاس العالم هو اللي يكون انجاز ان شاء الله، ويكون انجاز تاريخي على ايد مدرب وطني من بعد المدرب الوطني الرائع حسن شحاته. اتمنى ان الجيل الذهبي اللي كان مع كابتن حسن شحاته يرجع يكون جيل ذهبي اخر لمنتخب مصر مع كابتن حسام، ونستحق بصراحه يا جماعه. المصريين يستحقوا الفرحه. الف مبروك كابتن حسام، بالتوفيق ان شاء الله. سلام.